انا حاسس اني تعبان على طول، وحاسس اني مقتب كده وشعري بيقع، ومهما اعمل دايت ما بخسش، ومهما احاول اعمل دايت نفسي مفتوحه وعلى طول عايز اكل، واكتئاب وضيق في النفس وبتاع ده، وحاسس ان الدنيا مش تمام. اللي يقول لك بقى ده اكتئاب، واللي يقول لك بقى لا والله ده قله تمرين، واللي يقول لك لا والله أصل دي وراثه، واللي يقول لك والله اصل ده ضغط. لكن الحقيقه لا لا، كلهم طالعين من نفس المشكله. بص انت جسمك كله منظومه واحده، مش يعني هو مش حته قطع غير منفصله، لا لا لا. هي لما الطاقه تقل والوضعيه تبوظ كده، هو الكتاف تقفل والنفس يقصر، المخ يدخل بقى ايه في توتر، ماشي، ويقول لك اه ده اكتئاب مش عارف ايه. لا تعالى، ده ليه تفسير فسيولوجي كويس قوي. 90% من السيروتونين، ماشي، من السيروتونين اللي بيطلع عشان يظبط لك مودك ويظبط لك جسمك، بيطلع لك من الامعاء. لو انا امعائي بقى ملتهبه والامتصاص فيها ضعيف والبكتيريا فيها قليله، اللي هي بكتيريا النافعه فيها قليله، طبعا المخ بقى مزاجه يهبط والتركيز يقل والحركه تقل. الاكتئاب ده يطفي لك العضلات ويقلل لك الدوبامين ويدخلك الجسم في وضع انكماش كده، عارف انت، انحناء وشد في الرقبه والم في الكتف وصداع واحساس بالتعب دايما كده. وده السبب بقى ان هو انت ما وضعيتك تتحسن مزاجك يتحسن، مش العكس. طب هو ايه العنصر اللي ناقصني اللي هيبوظ امعائي والمزاج والطاقه والتخسيس والشعر في نفس الوقت ويقع؟ الزنك. الزنك مهم جدا في الهضم والامتصاص والمناعه وحرق الدهون وتصنيع الهرمونات وكيمياء المخ، ونقصه ده يعمل لك تعب ومزاج مضطرب وشعر يقع وتخسيس ما فيش، مهما تخسس ما بتخسش، وقابليه للاكتئاب ونكد، وكل ده يدخلك في الوضعيه بتاعت الجسم البايظه دي المقفوله دي. ليه الدايت لوحده مش كفايه؟ ما ناس كتير بتروح مقلل الاكل وتقلل السعرات بس ما بتصلحش الامعاء. النتيجة ايه؟ الامتصاص بيبقى بايظ والعناصر بتبقى ناقصة وجسمك مش عارف يحرق والمزاج يسوء اكتر والدايت يبوظ لك مزاجك اكتر. طب وبعدين؟ طب هو المفروض ان انا اخد زنك وخلاص؟ لا يا حبيبي، ده ليه جرعة وليه نوع وليه توقيت وليه مدة، والاهم لازم الامعاء تكون قادرة تمتصه، غير كده دي فلوس بتترمي على الارض. لازم تصلح المشكلة من جذورها. الاكل البسيط ماشي، والبروتين الكافي والالياف وتقليل السكر والنوم الكافي والحركه الخفيفه. لما الامعاء تهدى، السيروتونين اللي جوه ده يرجع والمزاج يطلع لفوق، الجسم يفرد نفسه واحده واحده. بص جرعاته الشائعه يعني هي بتبقى من 15 ل 30 مللي جرام في اليوم، ماشي، والاعلى يعني 40 مللي جرام في اليوم. احلى واحد في الامتصاص هو الزنك بيسكلايسينيت. احسن وقت تاخده يكون مش على معده فاضيه، يكون بعد الاكل، وما تاخدوش مع حديد، وما تاخدوش مع كالسيوم، وما تاخدوش مع قهوه، لان لو خدته على الريق يعمل لك غثيان وقيء. ولو خدته مع معادن تانية وفيتامينات تانية، هي دي مشكله بقى، ان الزنك نفسه بيبقى فيه تنافس في الامتصاص، فاهم ازاي؟ ممكن هو جسمك ينقي معادن تانية جنبه، فخده لوحده يكون بعد وجبه، وبعد كده حلل الزنك. شوف والله لو ظبط خلاص ما تطولش فيه، خلاص مش عمال على بطال، لان هو انت لو خدته عمال على بطال ممكن يعمل مثلا مشاكل عصبيه ولخبطه في الانزيمات، فاهم؟ وكمان يعمل نقص في النحاس. الزنك مش بيشتغل لوحده، مش هاخد الزنك وخلاص، لازم امعائي تكون مظبوطه، النوم متظبط، والسكر والالتهاب يكون هادي، ماشي، ما يكونش انا مبوظ الدنيا واخد زنك الله انا ما اتحسنتش ليه، ما فيش الكلام ده. المهم ان لو دايتك اتظبط ومعدتك اتظبطت مزاجك هيتظبط، ماشي. مش هجري على دكاترة الأمراض النفسية على طول، أنزل ألعب رياضة، نام بدري، الحاجات اللي أنت بتحسها كليشيه دي. والمية، يا لهوي على المية، يا لهوي على أهمية المية. أصلا كل حاجة أنت عايزها تاخدها وعايزها تتنقل في جسمك وتروح في كل حتة، المية اللي هتنقلها. ما خدتش مية كل ده بلح، ماشي. خلي بالكوا على صحتكم يا جماعة، هذا والله أعلم.